السلام عليكم. الاهلي بيضرب موعدا مع غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كاس سوبر مصر في الامارات. الاهلي قدر يتخطى عقبه سيراميكا اللي فريق محترم جدا بمدرب محترم جدا. كابتن ايمن الرمادي من المدربين المحنكين اللي صعب اصلا انت تقابلهم في ارض الملعب. الاهلي قدر ان هو يكسب سيراميكا 2-1 في نتيجه لا تعبر ابدا عن سر اللقاء. فارس عوض كان بيتغزل في سيراميكا من كتر الاداء الكويس اللي هم عاملينه. في ناس كتير قوي كانت بتنتقد كولر على يا كولر ايه اللي انت عامله ده، 5 تغييرات من اللعيبه في التشكيله الاساسيه. يعني عندك عمر، طاهر، قفشه، ندفيد، شوبير. اللعيبه دي ما كانتش بتلعب في التشكيله الاساسيه، لكن انا كنت متوقع ان شوبير ينزل واشرف داري ينزل مكان ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم اللي عمل ماتش كويس، ده العادي بتاعه. ياسر ابراهيم بيعمل مطوشه كويسه. ياسر ابراهيم رجوله، ورامي ربيعه رجوله. خلينا بس نتكلم عن سر اللقاء شويه. يعني في الثانيه 12 مش في الدقيقه، في الثانيه 12 قدر طاهر ان هو يحط هدف الاول للاهلي عن طريق خطا في التايمنج بسام اللي اتاخر في ان هو يطلع ياخد الكوره. حلو خلاص 1-0 للاهلي. ابتدى الاهلي يمسك كوره واحده واحده، يروح بهجمه الثانيه. امام مسك كوره في الدقيقه 14 فرتك العارضه، فرتكها. انا قلت العارضه دي اتكسرت مثلا، الكوره طلعت بره. الكوره دي لو كانت في بطن العارضه الكوره كانت نزلت في الجون خلاص شكرا. لا بسام شافها ولا المدافعين شافها ولا حتى مهاجمين الاهلي شافوها. من الدقيقة بقى 26 لحد الدقيقة 51 سيراميكا ماسكة الماتش. الأهلي سايب الكورة، خد يا باشا الكورة اهي، شوف أنت عايز تعمل إيه. أنا كنت مستغرب جدا من الموضوع، عمال أقول إزاي الأهلي بيلعب بالطريقة دي، لحد ما أيقنت في الشوط الثاني من بعد ما سيراميكا برضو نزل نفس الضغط تقريبا في الدقيقة 50 ابتدى يبان الإجهاد. خلاص بدنيا وقعوا كلهم، ابتدت يبان عليهم التعب. ودي كانت خطه كولر كان عارف ان ايمن الرمادي وسيراميكا هينزلوا يهاجموا بكل الطرق، وراحوا على فكره في اكتر من هجمه ب4-5 فرص محققين، وقدر يتعامل معاهم شوبير. الا الكوره مثلا بتاعت فخر اللقاي اللي حط حته الكوره. يعني رامي ربيعه بيطلع الكوره فابتدى ان هو انت عمليه الثرو لفخر اللقاي. فخر اللقاي اللي خد الكوره لف بيها، وكان قدامه اتنين من لعيبه الاهلي، كريم ندفيد وياسر ابراهيم، عاملين الشناوي حطها فخر اللقاي عشان تبقى الهدف الاول لسيراميكا ويبقى 1-1. طبعا السيراميكا دي نزلت بقى الشوط الثاني ضغط عالي ومكمله في نفس الضغط العالي. ومن هنا ابتديت افهم، من اول ما لقيت ايمن رمادي ابتدى يغير تغييرات بدري قوي، عرفت كولر فهم ايه. كولر كان فاهم ان سيراميكا هتنزل ضغطه بنسبه كبيره، واسلوب اصلا ايمن الرمادي ان هو بينزل يضغط بكثافه عدديه كبيره. فهو قال لك بس انا هقابلك يا باشا ورا، خد الكوره اعمل اللي انت عايزه، ضيع لعيبتك، وقعهم بدنيا، وانا هتعامل معاهم. وقد كان. يعني في الدقيقه 54 ركنيه من يحيى عطيه الله نزلت على وش رجل طاهر صاروخ في نص الجون فوق راس بسام. يعني تقريبا طاهر كان بينشم برصاصه كده في بطيخه فوق راسه حرفيا. يعني مكانها صعب، يعني بسام مستحيل يعرف يتعامل معاها. يعني بسام لما جه يرفع ايده كده خلاص الكره اصلا عدت. يعني الكره دي لو كانت يمين او شمال بسام كان هيجيبها، لكن هي في نص الجون فوق دماغه، صعبه جدا، صعبه. عندك بقى التبديلات اللي يعني مثلا دلوقتي عمر وطاهر طلعوا اصلا مصابين، ونزل مروان ونزل حسين. عندك قفشه طلع ونزل كوكا، وعندك ندفيد طلع ونزل السوليه، عشان يبقى خط وسط الاهلي خط وسط محترم تبدا تلعب كوره، اللي هو يبقى السوليه كوكا مروان، واسحب هات اكرم يا باشا اللي كان قافل ناحيه اليمين ضبه ومفتاح. محدش هيتعامل، محدش هيخش هنا. اكرم اللي مأدي ماتش حلو جدا في الظهير الايمن احسن من خط النص. اطلع بقى يا تاو، نزل وسام، ابتدي يلعب هجمات. امام كان عايز كذا مره لدرجه ان لعيبه سيراميكا حفظت الموضوع ان هو عايز يروح يجري يقطم يشوط. طب ليه يا امام؟ انا اتخنقت جدا من امام في الماتش ده، بس عرفت ان كولر معاه حق. يعني كولر كان سايب الكوره بمزاجه. كولر كان عارف ان لعيبه سيراميكا بس هي كان فيها مخاطره.
يعني لعيبه سيراميكا فعلا هتضغط وهيقعوا بدنيا، بس هم لو راحوا خطفوا جونين انت صعب. انت لو سيراميكا دي كانت قدمت عليك ما كنتش هتشوف كوره تاني، كانوا هيفسوا كل الكوره يا باشا، انا مش هلعب كوره تاني. عموما يعني كولر قدر ان هو يتعامل مع الماتش وقدر يريح لعيبته الماتش النهائي. الماتش النهائي اللي مش هيكون سهل جدا عشان الاهلي يضرب موعدا مع غريمه التقليدي في ديربي في السوبر المصري في الامارات يوم الخميس الساعه 8، الاهلي والزمالك في نهائي كاس السوبر المصري. وقبله على فكره هيكون ماتش بيراميدز وسيراميكا الساعه 4، وهيكون ماتش مش سهل تحديد الثالث والرابع. انا شايف البطوله قويه، البطوله فيها كوره، الاربع فرق بيقدموا كوره ودي حاجه حلوه. اتمنى ان انا اشوف ماتش الاهلي والزمالك عالمي ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي ياخد البطوله دي. مبروك للاهلي وجمهوره، وهارد لك لسيراميكا، وانتظر يا غريمي يوم الخميس الساعه 8 وتصبحوا على خير.